السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ويحفظكم ويحفظ لكم جميعا يا رب. القصة بدايتها النهاردة ان في انتشر على الفيسبوك عندنا في البلد بتاعتنا، لان احنا بلدنا قريبة جدا من الزقازيق. انتشر خبر على الفيسبوك ان في بنوتة عندها 10 سنين وفي سنة 5 ابتدائي مش موجودة. اهلها قلبين عليها الدنيا يا قلبي، دوروا عليها في كل مكان، دوروا عليها نزلوا تحت البيت. هم ساكنين في القومية، في حتة منطقة حلوة في الزقازيق يعني. نزلوا، البنت نزلت تشتري حاجة، ما اتأخرت، ما رجعتش الساعة التانية التالتة، ما رجعتش. قعدوا يدوروا عليها، ما فيش فايدة. اللي جابوا عربيات ومعاهم ميكروفونات ويلفوا على البنت، ما فيش فايدة، فص ملح وداب. فالاحتمال الوارد واول احتمال ان هي اختفت او اتخطفت. ده اول احتمال، ان هي اتخطفت او جرى لها حاجه، بعد الشر عليها يا رب، وربنا يحفظ لكم جميعا يا رب وما يوريها لحد. في ناس كمان كانوا مصورين اهلها، يا حبايبي هم عاملين وقفوا عربيات وتكاتك، ما شفتوش الصوره ديت. وطبعا فرغوا الكاميرات، لان في المحل اغلبيه الناس قاعده مركبه كاميرات، كله فرغ الكاميرات عشان يشوف البنت راحت فين او عملت ايه. كانت نازله من البيت بتاعها، معاها شنطه فيها في ايديها كده يعني، ودخلت محل اشترت كيكايه او حاجه زي كده يعني، وخلاص على كده. والبنت زي ما يكون مش عارفه هتروح فين وتيجي منين، يعني عارفه اللي ماشي تايه كده. فقعدوا يدوروا في البيت هي عملت ايه، او ايه الشنطه اللي كانت في ايديها ديت. لان هي كانت واخده كوتشي في ايديها، كوتشي لها خروج يعني، كوتشي اللي بتلبسه ده بتاعها هي يعني. خدته في الشنطه، وخدت الحصاله بتاعتها. الحصاله بتاعتها كان فيها من حوالي من 10 ل 20 جنيه. قررت تسيب البيت وتمشي، قررت تسيب البيت وتطفش. ده بسبب ايه؟ عمر ما كان حد يتخيل، ولا عمر كان اهلها ان هم يتخيلوا السبب اللي حصل لها ده. كل القصه اللي انا حكيتها لكم ده، وكل المعاناه اللي انا حكيتها لكم ديت، هقول لكم على السبب. بس في الاول نعرف ايه اللي حصل. اهلها طبعا قعدوا يدوروا عليها، قعدوا ما فيش فايده، قلبوا الدنيا كلها ما فيش فايده. نشروا على كل الصفح اللي في الزقازيق واللي في البلاد المجاوره ان ممكن، وطبعا نشروا صورها كتيره جدا، ان ممكن تكون حد يعني شافها، اتعرف عليها، عرفها. محدش، مفيش فص ملح وداب. فين وفين البنت دنتها تمشي 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 لحد ما تعبت من المشي ونامت. فراحت نامت عند عماره كده هناك. العمارات هناك كده في الغشام، حته اسمها الغشام كده، بتوع الزقازيق عارفينها. راحت نامت هناك يا حبيبتي، من التعب من اللف طول الليل نامت. فمرات بواب شافتها نايمه وصحتها، وفي ايه اللي حصل، لقت البنت تايهه ومش عارفه يعني خايفه ومش عارفه ترتب كلامها يعني وكده. فخدتها ونيمتها لما عيالها لحد الصبح. وطبعا لما في ناس عرفوا ان او الست اللي كان مع البنوته ديت عرفت ان في واحده ضايعه من اهلها وحاجات زي كده يعني، تواصلوا مع اهل البنوته ديت، وجم طبعا خدوها. وربنا ما يكتب حد على حد فيكم يا رب، اللي كان ابوها وامها واهلها والناس كلها كانت فيها. يا رب ما يكتب. الناس الغرب نزلوا يدوروا معاهم، الناس اللي يعرفوهم واللي ما يعرفهمش نزلوا يدوروا معاهم، كل واحد بعربيته ينزل يلف في حته شكل. الحمد لله يا حبيبتي، البنت رجعت لاهلها سلمى غانمه يا رب. عقبال ما كل الاطفال يا رب يا حبايبي اللي في نفس الظروف دي يرجعوا لاهاليهم والحضن اهاليهم يا رب، وما يوجع قلب ام ولا قلب اب على اي حد من عيالهم يا رب. في ايه؟ هربت ليه؟ ايه اللي حصل؟ هي مش هربت يا حبيبتي، ده لسه عندها في سنه 5 ابتدائي 10 11 سنه، ما تدركش عليها حاجه اسمها هرب اصلا. هي زعلت، هي البنت حساسه فوق ما حد يتخيل، حساسه جدا زي بقيه عيالنا كلنا، حساسه جدا 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 فوق ما حد يتخيل. اللي حصل، مامتها بتذاكر لها، هي طبعا في امتحانات هتحصل كمان كام يوم، الامتحان بتاعتنا انتوا عارفين طبعا قربت. فذاكري ذاكري ذاكري زي ما احنا كلنا بنعمل مع عيالنا، كلنا بنعمل كده مع عيالنا. مش بلوم الام ابدا ولا بلوم الاب ابدا ابدا ابدا، كلنا بنعمل كده مع عيالنا. ذاكري ذاكري عشان امتحاناتك، عشان مش عارف ايه. فحست ان هي مضغوطه، وحست ان هي مش هتقدر تعمل حاجه، حست ان هي تعبانه. ففكرت فكرها يا حبيبتي مش عارفه اقول ايه، الطفولي، فكرها الطفولي البسيط خالص خالص، هداها ان ايه، عشان تهرب من مشكله المذاكره وتهرب من الضغوط اللي عليها ديت، ان هي تعمل ايه. خدت الكوتشي بتاعها في شنطتها، حتى مش خدت غيار، خدت الكوتشي بتاعها وخدت الحصاله بتاعتها ومشيت. سنه 5 ابتدائي يا حبيبتي. طبعا اهلها يا قلبي يا قلبي يا رب ما حد يشوفها يا رب يا قلبي، قعدوا يلفوا. والقصه اللي حكيتها لكم دي كلها لحد الحمد لله ما لقوها. هي قالوا الحمد لله ان هي ما اتخطفتش، ما حدش خطفها، هي اللي مش بمزاجها بارادتها
آه، السبب ده يعني في اطفال يا حبايبي حساسين، حساسين قوي قوي قوي. عمري ما كان حد يتخيل، طب حد فيكم كان يتخيل ان الطفله دي تعمل كده عشان امها بتقولها ذاكري؟ انا بقول لعيالي ذاكري واكتبوا الواجب واعملوا وروحوا وتعالوا، كلنا بنعمل كده. امتحانات ده خيانه وعايزين نشوفهم احسن ناس، كلنا بنعمل كده، كل واحده فيكم بتعمل كده. بس الدرس المستفاد من القصه ديت ان احنا ما نضغطش على عيالنا. هي حبيبتي امها مش غلطانه ابدا، انا ما اقدرش انا اقول امها غلطانه، ربنا يبرد قلبها يا رب وما يوجع قلبها تاني ابدا ابدا يا رب. امها مش غلطانه، بس احنا اللي فوقنا لود، احنا اللي علينا حمل، فعايزين نشوف عيالنا احسن ناس لان المستقبل قدامنا ما شاء الله يعني. فعايزين نخلي عيالنا يوصلوا لاحسن حاجه عشان ما يتعبوش في حياتهم، عشان يعرفوا يلاقوا الراحه والهنا في حياتهم يعني. ده كل اللي كان في دماغها وده كل اللي هي كانت عايزاه. حبايبي ما تغضوش على ولادكم، بالراحه بالراحه، وان شاء الله ربنا يحفظهم يا رب. بلاش لما تلاقي ابنك حساس، بلاش يا حبيبتي. البنت حساسه جدا، وكانت في مدرسه معارضه رسوماتها، البنت فنانه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. مش عارفه اقول لكم ايه تاني. ربنا يحفظ ولادكم جميعا يا رب. خافوا على عيالكم بالراحه. انا اولكم، انا مش عايزه اي حد ما يذاكر، هو حر اللي في يعني من بعيد لبعيد كده، هو حر بقى، هو اللي نصيبه هيجيله الحمد لله يعني. بالراحه عليهم، ربنا يحفظهم ويحفظ لكم جميعا يا رب. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان البنات دي رجعت لاهلها. ربنا يبرد قلب امها، ما يوجعوا قلب تاني ابدا يا رب، ابدا 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 يا رب. لان لا قدر الله لو واحده حصل لها الموقف ده بيجي في بالها 6000 فكر. المصايب اللي بنشوفها كل يوم وبنسمعها كل يوم، الحمد لله ان ربنا برد قلبها ورد لها بنتها بحضنها بالسلامه. وعقبال كل ام يا رب يبرد قلبها بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها. ربنا يبرد قلب كل ام يا رب، يا ربنا يبرد قلب كل ام يا رب بحق كل الايام المفترجه اللي احنا فيها. وما يوجع قلبكم ابدا يا حبايبي على عيالكم يا رب. خدوا بالكم من عيالكم، حاولوا تقربوا منهم اكتر، خفوا اللوت عليهم شويه وعلى نفسكم. خف اللود، احنا الحمد لله يعني مش الوظيفه مستنيانا، انا دايما بقول لنفسي كده والله، مش وظيفه مستنياهم، اللي في نصيبه حاجه هيشوفها برضو من بعيد لبعيد كده، بالراحه بالراحه يا حبايبي. اول مره اعمل معاكم فيديو بالنوع ده، بس مشكله والله وفكر وحاجه حاصله وكان لازم اتكلم معاكم فيها. ربنا ما يوجع قلب حد فيكم على عياله ابدا يا رب، ويحفظهم لكم يا رب امنين سالمين ابدا يا رب مع حياتهم. اشوف الشكر على خير يا حبايبي ان شاء الله. في حاجه احلى من كده ما تكونش فيها زعل ولا نكد ابدا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.